خالو باكر آخر يوم امتحانات نص السنة، راح أسوي لك امتحان هنا أنا بسيط أشوف إملائك زين مو زين. أنا حاضر خالو، بس أريدك ترفع راسي بالقراءة، مو تنزل راسي، أريدك ترفع راسي زين ولا مو زين؟ بس خالو شو بسطنا أصعد راسك وأنزل راسك، شيله ما صعدته. بس ولك اسكت، يلا اسكت. خالو قريني واسكت، احنا كل ما نقعد لازم نسوي إنه أصعد راس وننزل راس. ولك هو مو صوتك صوتي اللي جاي يدرسك زين. يلا هسه عوفنا من هاي، اكتب زورق زيدون قريب. يعني وين خالو؟ لك شنو وين؟ هنا بالقراءة غير. هنا عبالي ناخذ لنا فربي. ولك ليش تخليني هسه ألزقك على عينك أطير راسك؟ عوفنا من زيدون، يلا هسه اكتب هاي. رائد يلعب مع الأولاد. يا دوني ابن الدوني. أو يا من ولك؟ مو وياك خالو، ويا رائد، تشوفه يلعب ويا الأولاد وما خابرني. ولك أنت تعرف رائد؟ لا حتى ما شايفه قبل. ولك ليش تخليني ألعب الغالي على الغالي؟ ولك عوفك من رائد واكتب فوزية تساعد أمها. ما عندك رقمها؟ وش تسوي بيه؟ أنت هيك لك ما بيك مسطرة وزاحف النار. عمو لا يروح بالك بعيد، قلت نساعدها. لا يا الحنون ما تحتاج مساعدتك، عوفك من هاي واكتب قدوري دق بابنا. أهو. تعال وين تريد؟ غير افتح الباب القدوري. ولك ايش تفتح الباب؟ هسه أضرب روحي بحديدة واطلع الدم. ونبع يا خيار والحق ب30. أنت مو مال قراية، أنا أروح امتحن بدالك أحسن لي. لك خالو تعال، هذا من يطبب الامتحان هو ولحيته وكنا جاي من الكهف. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك واشتراك للقناة. نراكم في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.